الناس مش فاهماه ان احنا قد ال 12 كيلو. ده معبر رفح بس من الجانب المصري، في مسافة 100 متر، وفي معبر رفح لكن من الجانب الفلسطيني. معبر رفح، معبر رفح ده مسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، ده تحت السيادة المصرية. لو هم عدوا واتفتحنا لهم الباب، فتحنا لهم الباب كده، هم فكوا الحصار؟ لا، هم هيتزنقوا في ال100 متر المنطقة العازلة، ودي منطقة حرب. يعني اللي هيدخل المنطقة دي هو كده زي ما تقولوا يعني اتحط في كماشة. هل الجيش الإسرائيلي هيفتح لك بقى الباب؟ أكيد مش هيفتح لك. هتضرب أنت عليه نار، هتجبره يفتح لك الباب، هيقوم ده مدور فيك الضرب. الجيش المصري وحرس الحدود بقى احنا أولادنا، وفرقة الثلاث سبعات بقى ولا الصاعقة ولا اللي واقف هنا، هيسيبك ولا يتفرج عليك؟ يا إما هيرد، ولو رد يبقى دخلنا حرب، يا إما هيسيبك وهيبقى شكلنا وحش. فالمنظر العام كله بايخ، مش هينفع إن القافلة دي توصل أصلا معبر رفح. بس يا سيدي، لو وصلت معانا لحد هنا وعجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.